أنا اسمي أحمد من الفيوم، من منطقة اسمها باغوص. عمي كان عنده مصنع بخور في بلد صغير تابع الفيوم برضه اسمها الكعابي، ودي قرية صغيرة كده على طريق القاهرة الصحراوي. المهم مصنع البخور ده عبارة عن عنبر في الدور التاني. العنبر ده مساحته كبيرة جدا لدرجة ان احنا بالمصنع بالعمال وبالآلات وبمكتب الإدارة كنا مستخدمين ربع مساحة المصنع بس، وطبعا النور في الجزء اللي فيه الشغل بس، زائد ان المصنع حيطانه كلها متكسرة، زائد كمان ان المصنع ده في منطقة زراعية. كانت الزراعة محاوطة المصنع ده من 3 اتجاهات، اما الاتجاه الرابع كان فيه مقابر، وبيننا وبين المقابر شارع صغير وترعة صغيرة. وكان ساعتها الفترة دي كانت في شهر 1 سنة 2021. من طبيعة الشغل ان البخور يبقى من غير عطر، وفي شخص بيبقى شغلته انه يغطس او يغمس البخور ده في زيت العطر، مثلا مسك او عود وكده يعني. بعد كده في تاني يوم بيكون البخور نشف وشرب الزيت، فبنبدأ نعبيه في الأكياس والعلب وهكذا. كانت المشكلة ان عملية التخطيص لازم تكون بالليل، علشان الزيت مع البخور في الشمس كانوا بيتفاعلوا مع بعض والريحة بتطير بشكل نسبي، وعلشان هي مهمة سهلة كان شخص واحد بس هو اللي بيقوم بيها، اللي هو أنا. كانت الدنيا تمام وعادي جدا لحد ما ابتدينا نبيت في المصنع أنا و4 أو 5 أشخاص، وكان أخويا واحد منهم. المهم أنا مش بخاف من الجن أو العفاريت، بس أكيد طبعا مؤمن بيهم. فالمهم جت علينا فترة ممكن نبيت أسبوع في المصنع من غير ما نمشي منه. تخيل بقى مجموعة شباب تبيت في المكان ده، جنبك مقابر ومن كل الاتجاهات التانية زرع وبس، زائد ان الحيطان كلها متكسرة، والمصنع 3/4 ظلام حالك، حرفيا ضلمة كحل. المهم ابتدينا نبيت عادي جدا ومفيش اي مشاكل، ويوم جاب التاني وجاب التالت وهكذا، لحد ما جينا في مرة صحينا حوالي الساعة 3 الفجر على صوت اخويا وهو بيقول لنا في حد بره يعني يقصد بره غرفة المكتب اللي احنا نايمين فيها. طبعا اتخضينا وقلنا ممكن يكون حرامي. نورنا النور وكل واحد مسك كشاف موبايله ولفينا المصنع كله ما لقيناش حد. طبعا اتعصبنا على اخويا ورجعنا طفينا النور. شوية لقينا اخويا بيصحينا تاني وقال لنا في حد فتح باب غرفة المكتب ودخل وهو معانا دلوقتي. طبعا كلنا اتريقنا عليه ونمنا تاني، واليوم عدى وخلاص. وفي تاني يوم نفس الكلام مع اخويا برضه، زائد شوية اضافات جديدة، زي في صوت رجلين وصوت حد بيخبط في البراميل الصاج، انا بتخيل بحد قدامي وهكذا. كل القصص بتاعته دي مسكناها عليه وبقينا نتريق عليه، وكمان نزعق له ونعمل فيه مقالب. ومرة في مرة بدأ كل واحد فينا يحس بحاجات غريبة ويبدأ يشوف اللي اخويا كان بيشوفه، بس كنا بنجمد قلب بعضنا واليوم بيعدي برضه. المهم كان في مجموعة بنات شغالين عندنا في المصنع، بس بيمشوا الساعة 5 المغرب واحنا بنكمل. كان في بنت كانت بتشيل شنطتها وحاجتها في حتة بعيدة عن الناس، يعني في جزء في المصنع احنا مش بنستخدمه، لحد ما في مرة دخلت تاخد حاجتها علشان تمشي وتروح. سمعنا صوتها وهي بتصرخ بصوت عالي جدا وبتعيط، وأول ما دخلنا عليها كانت خلاص فقدت الوعي وأغمى عليها. المهم الحوار ده بدأ يتكرر معاها كذا مرة لحد ما جابوا لها شيخ. طبعا الشيخ اتواصل مع الجن اللي كان عاشقها، والجن قال له أنا عاشقها وأنا مسلم. فالشيخ رد عليه وقال له انتوا كام واحد في المصنع؟ فرد الجن وقال له على لسان البنت احنا اكتر منهم بكتير، احنا عشيرة. والكلام ده كل اللي كان واقف سمعه، والله هو ده اللي حصل. طبعا الشيخ قدر ان هو يعالجها، ومجموعة الشباب بطلوا يبيتوا في المصنع، وانا الوحيد اللي طبيعة شغلي بتجبرني امشي اخر واحد. كان ساعات بيقعد معايا اخويا، وساعات يقعد حد تاني، وساعات بيسيبوني لوحدي. جيت في مرة من المرات مشيوا كلهم وسابوني لوحدي، وانا واقف بغطس البخور في 1% من مساحة المصنع. المهم الجو كان برد جدا والزيت ساقع كان مبردني اكتر، وانا كل همي اخلص بدري علشان الحق المواصلات. ومرة واحدة بعد ما طلعت كيلو البخور من الزيت ولسه بصفيه النور قطع، وتصفية الزيت دي بتاخد حوالي 3 دقايق، فما كنتش عارف اعمل ايه. مرضتش الصراحة اسيب كيلو البخور من ايدي علشان ما ينزلش في الزيت تاني واضيع مجهودي، فاستنيت حوالي دقيقة كمان كده لحد ما سمعت اصوات كتير في وداني ومش فاهم ايه الاصوات دي. وبعد كده سمعت في جزء بعيد جوه المصنع صوت طفلة صغيرة بتصرخ جامد، وصوت كلب بيهوهو عليها.
والصوت زي ما يكون الكلب هجم عليها وبيقطعها بسنانه. رد فعل إن اتمسمرت في مكاني مش عارف أعمل إيه، لكن حرفيا أنا مش شايف ولا حاجة، كأني قافل عيني جامد. وفضل الصريخ شغال شوية وبعدين سكت والأصوات اختفت. بعدها على طول صوت خطوات بني آدم معدية من جنبي وماشية ناحية غرفة المكتب اللي كان بابها مقفول في الوقت ده. المهم أنا عمال أركز ناحية الصوت ومش عارف أعمل إيه. لقيت صوت الخطوات وصل لحد الباب وصوت الباب كأنه بيتفتح. ساعتها قررت أسيب كيلو البخور في الزيت وأنور فلاش الموبايل وأدخل أوضة المكتب ورا الصوت وأشوف فيه إيه. وفعلا ده اللي حصل. نورت الفلاش ورحت ناحية أوضة المكتب وعمال أقول مين؟ في حد؟ لكن محدش بيرد. وبصيت على أوضة المكتب لقيت الباب مقفول، وأنا أصلا ما سمعتش صوت الباب بيتقفل، سمعت صوته بيتفتح بس. وطبعا دخلت أوضة المكتب، وفي اللحظة اللي دخلت فيها لقيت الأصوات اللي مش مفهومة اشتغلت تاني، بس المرة دي مش قريبة من وداني، المرة دي كانت خارجة من كل مكان في المصنع إلا أوضة المكتب. قررت إن أخد مفاتيح المصنع وأقفله وأخرج منه بسرعة، ونزلت تحت وبصيت للمصنع كده كأني ببص على قصر مرعب جدا. المهم أول واحد اتصلت عليه كان والدي، فحكيت له اللي حصل معايا ورد عليا بعصبية وقال لي مش عارف إن المصنع مسكون جن، وعارف كمان إن جنبك المقابر، بتقعد لوحدك ليه؟ امشي من المنطقة دي دلوقتي وما ترجعش ولا تقعد بعد كده في المصنع ده لوحدك. قلت له حاضر. وقال لي كمان إن كده الجن عمل معاك ده كله لأنهم كانوا عايزين يمشوك من المصنع، ولو كنت فضلت أكتر من كده كنت أكيد هتتلبس. وطبعا روحت والشغل باظ والمصنع وقف تاني يوم لأن بقيت البخور ما اتغطسش وأخدت جزا. بس فعلا أنا ما كنتش عارف إيه اللي كان هيحصل لي لو كنت فضلت وأصريت أكمل شغلي، بس الحمد لله إنها جت على قد كده.